في سلسلتنا عن أدوية الأورام وصلنا للحلقة الثامنة. النهاردة هنتكلم عن سلاح مختلف خالص، الفولفسترانت أو الفاسلودكس. وقبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة عشان تدعمونا ونكمل. طيب، تخيلوا معايا للحظة العلاج الهرموني لسرطان الثدي ما بقاش يجيب نتيجة. إيه اللي بيحصل بقى؟ دي حالة اسمها سرطان الثدي المتقدم، يعني الهرمونات بتزوده بس العلاجات الأولية خلاص ما بقتش فعالة. بس هنا بقى وللتحدي ده بالذات في نوع علاج هرموني مختلف تماماً. العلاج ده هو الفولفسترانت اللي معروف تجارياً باسم فاسلودكس. الفاسلودكس ده يعتبر من أحدث وأهم العلاجات الهرمونية الموجودة دلوقتي. الجرعة بتبقى 500 ملي، عبارة عن حقنتين عضل بيتاخدوا في نفس اليوم. ركزوا بقى في جدول الجرعات الأولية، يوم 1، يوم 15 ويوم 29، وبعد كده جرعة كل شهر. الأعراض الجانبية ممكن تكون ألم مكان الحقنة، حبات سخنة، غثيان أو إحساس بضعف عام. ودي أهم معلومة، الفاسلودكس مش قراص، ودي نقطة بتغير كل حاجة في طريقة العلاج. يعني بنتكلم عن حقنة بتتاخد في العيادة، مش قراص ممكن تتاخد في البيت عادي. والفرق ده مهم جداً عشان نفهم طبيعة رحلة العلاج هتكون عاملة إزاي. الجرعات الأولى مكثفة، والالتزام بالمواعيد بالضبط هو أهم عامل لنجاح العلاج ده. الالتزام هو مفتاح كل حاجة، والسؤال الأهم، هل المريض جاهز للمهمة الحاسمة دي؟ لو الشرح ده كان مفيد ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان تشوفوا كل اللي جاي.